الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وإن خير الهدى هدى رسول الله، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الإيمان، كنا قد وقفنا معكم في خطبتنا الأخيرة مع أمر عظيم وخطر جسيم وشر مستطير وخطر كبير انتشر بين المسلمين، لا أقول بين الناس بل بين المسلمين كانتشار النار في الهشيم. هذا الأمر هو الربا، ورأينا خطورة الربا، ورأينا ما معنى الربا، ورأينا كيف أخبرنا وذكر الله لنا عن الربا، وكيف حذرنا وخوفنا منه رسول الله عليه الصلاة والسلام. فرأينا أن صاحبه ملعون، وأن الذي يعين عليه ملعون، ورأينا أنه ليس من الكبائر بل هو من الموبقات، أي من أكبر الكبائر. ورأينا كيف يكون عذاب صاحبه في قبره، وكيف يكون عذابه يوم يقف بين يدي ربه، كما قال الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. وعرفنا ما هو الربا، وضربنا أمثلة عن الربا، ورأينا كيف أن كثيرا من الناس قد وقع فيه، فحذر، لأنه سبب للضياع، سبب للفساد، سبب للهم والغم في الدنيا والآخرة. لن يفلح صاحبه، قد يرتفع نعم بالمال، لكن يعيش الشقاء والعذاب إلى أن يلقى الله، فلا دين ولا دنيا. واليوم أيها الأفاضل، بما أننا تكلمنا عن الربا، فالحديث ذو اتصال بأمر آخر كذلك انتشر انتشارا عظيما في الأمة، إنها الرشوة. وما أدراكم ما هذا الأمر. واليوم صار إلا من رحم ربي، الكثير من الناس لا يتورع عن دفع الرشوة وعن طلب الرشوة. أين الله؟ ثم لكي يزينوها ويلبسوا على الناس، بعضهم صاروا يغيرون لها الأسماء، فسموها قهوة، وسموها هدية، وسموها إكرام، سميها مثل ما شاء، لكن الأسماء لا تغير حقيقة المسميات. الرشوة ماذا قال فيها رب العالمين، وماذا قال فيها النبي الأمين، وصورها؟ أول، ما هي الرشوة إخوان؟ لابد لنا لكي نفهم الشيء أن نعرف حقيقته، فالحكم عن الشيء فرع عن تصوره. ما هي الرشوة؟ الرشوة عرفها العلماء، قالوا هي دفع مال، سواء مال سواء هدية، المهم شيء له ثمن تدفعه، هي دفع مال، نعم، لإبطال حق أو لإحقاق باطل. ما معنى هذا الكلام؟ دفع مال لإبطال حق، يعني حاجة حق تكي تدفع المال ترجعها باطل، أو العكس، حاجة باطل تدفع المال بس ترجعها حق. أنت ما عندكش حق في هذا الأمر، في هذا الهاتف ما عندكش حق باش تاخذ، تدفع مال والباطل هي في حقك باطل، لكن دفعت المال فصار في حقك حقا. فالدفع مال لإبطال حق، حاجة حق ترجعها باطل، أو العكس، لإحقاق باطل، أو حاجة باطل ترجعها حق، ولا حاجة حق ترجعها باطل. هذه هي رشوة. تدفع مال تاع ربك ما عندكش حق في هذا السكن تاع الناس الفقراء، تدفع مال وحي فلان وديرني فقراء، هذه رشوة. باطل رجعته حق بدفع مال. دير كان
والناس اليوم نسأل الله السلامة والعافية إلا من رحم ربي. لهذا قال الله تعالى لا، لأن الرشوة إخواني هي أكل أموال الناس بالباطل، لا تدي حق الناس. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. كثير من المفسرين من السلف قالوا يا رشوة. وقال الله تعالى فبظلم من الذين هادوا. وقال سبحانه وتعالى ترى كثيرا منهم يتولون ويأكلون الإثم والسحت لبئس ما كانوا يصنعون. قال قتادة السحت وترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا. قال قتادة السحت هو الرشوة، يأكلون الرشوة. والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ فيما رواه الإمام الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو بن سند صحيح قال لعن الله الذي يأكل رشوة الإنسان ملعون. يا إخوان ماشي غير هو واللي يدفع واللي يكون واسطة كما الربا، لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. تسمى باش نفهموا جيدا ماشي اللي يدفع الرشوة اللي راه في الإيد، كل من ساهم من قريب أو من بعيد كانت له يد فهو من شر خلق الله عند الله. قال عليه الصلاة والسلام لعن الله، حاجة عظيمة، إنسان ملعون يمشي على وجه الأرض. كاين الناس كل يوم يدفع رشوة، كل يوم يعمل رشوة، كل يوم. يعني الرشوة جزء لا يتجزأ من حياته. كيف نلقى الله؟ ماذا ستقول لله؟ تمتع بالدنيا بالرشوة، تمتع بالدنيا أمة. يا من تمتع بالدنيا وزينتها ولا تنام عن اللذات عيناه، أفنيت عمرك فيما لست تدركه، تقول لله ماذا حين تلقاه. لهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الثاني الذي رواه الإمام أحمد والبيهقي من حديث ثوبان مولى النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن رسول الله. الأول لعن الله والثاني يعني هذا إنسان لعنه الله ولعنه رسول الله. لعن رسول الله عليه الصلاة والسلام الرشوة وآكلها والرائش بينهما، يعني اللي يسعى فلوس باش يعرف هذا بهذا باش هذا يدفع لهذا اللي فلوس، كلهم سواء في الهوى سواء كلهم. فليحذر الإنسان يا إخوان. احنا حاجة احنا ولاو شغالات نقضى هكذا على بالو بما ماشي حقه خلاص نمدلوه خلاص عادي جدا، وقل الحديث عنها على المنابر. صار كثير من إخواننا ربما لابد أن نتكلم عنها لأنها انتشرت انتشارا عظيما في الأمة. يجي عادي تقدر عنها ومشي لشغل. يا أخي إلى أين نحن ذاهبون؟ إذا عندك هذا الحق تدي حقك، إذا ضربوك هذيك حاجة أخرى. صح إذا راك شايف روحك ما عندكش حق وتدفع ما بشكل حق هذه رشوة. وللأسف الشديد هذا المسمى الرشوة دخلت كثيرا من باب يسمى باب الهدية. هدية الآن لابد لنا من تفصيل صغير. الهدية في الإسلام جائزة الحمد لله، والنبي عليه الصلاة والسلام كان في الحديث الحسن قال تهادوا تحابوا من أسباب الود والحب بين الناس. نعم لكن توقف، متى تكون الهدية هدية وتكون الهدية رشوة؟ صح. عبق متى تكون الهدية رشوة؟ تكون الهدية رشوة إذا كنت تعمل عملا ولك أجر على ذلك العمل، يعني أنت خالص على خدمتك. العمل اللي تعمل فيه سنة بلا مزيدة تعمل لأنك علاش تؤجر عليه. كاين الناس الآن يأخذ هدايا على عمل يؤجر عليه. إذا زدت عمل من عندك الإنسان وذاك العمل أنت لا تؤجر عليه ما عندكش عليه أجرة وذلك احنا عادي. فإذا كان عملك الذي تعمله لك عليه أجر ثم أخذت عليه هدية فوق الأجرة فالهدية رشوة. والدليل ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه، واسمع هذا الحديث جيدا. قال استعمل رسول الله عليه الصلاة والسلام رجلا من الأزد، قبيلة الأزد العربية، يدعى ابن الأتبية. هذا الرجل اسمه ابن الأتبية. وشنو النبي عليه الصلاة والسلام استعمله؟ كيف استعمله؟ بعثه ليجمع الزكاة من القبائل العربية، يجمعها ويجيبها. والنبي عليه الصلاة والسلام دله أجرة، يعني يعمل بدراهم. هذاك الراجل يروح يجمع ويجيبهم للنبي عليه الصلاة والسلام. المهم قال استعمل رجلا من الأزد يدعى ابن الأتبية على الصدقات. فلما رجع الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام وجمع الصدقات وجاء بها
أعطاها للنبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال لهم، يعني الرجل قال هذا لكم وهذا أهدي لي، وكان عنده واحد شوية صدر أموال، قالوا أعطوها لي هدية، الناس بدوا له هدايا عادي. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وارتقى المنبر وقال ما بال أحدكم يقول لنا هذه لكم وهذا أهدي لي. قال واش يقول الكلام؟ قال فهل جلس، علاش كان خالص على خدمته، قال فهل جلس في بيت أبيه وأمه فلينظر هل يهدى له أم لا. قالوا كان قاعد في البار ويجيبوا له الهدية للدار، يجيبوها له من أجل العمل اللي جاي يدير. على لأنه قد أنت يا تعمل واحد يهدي لك هدية تحابه تولي تقدموا على الآخرين وأنت راك خالص عليها. قال فهل جلس في بيت أبيه وأمه فلينظر هل تأتيه هديته والذي نفسي بيده، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، لا يأخذ أحد منكم منها شيئا إلا جاء يحملها على رقبته يوم القيامة. مجمع اللي خدار شيء في الدنيا يحملها على رقبته يوم القيامة، مجمع إنسان إلا أن يتوب إلى الله قبل أن يلقى الله. قال والذي نفسي بيده لا يأتين يوم القيامة يحملها على رقبته أمام الخلائق جميعا. هذه فغضب عليه الصلاة والسلام. إذا إخواني كثير من الرشاوات تدخل باسم الهدية. متى تقبل الهدية؟ قال أهل العلم بشرطين: إذا كان يهدى لك من قبل، مثلا أنت خدمت له وبدا أعطاك هدية، بصح معروف على هذا الإنسان ما في يعطيك الهدايا، تسمى بلا خدمة بلا ما كاش مشكل، يعرف عنه أنه كان يهدى لك من قبل وحده. والأمر الثاني أن لا تحابيه في شيء، ماشي يعني كي يهدي لك تولي تقدمه على الآخرين، خاطر أنت عامل هذا لازم تعدل فيه، راك خالص على هذا اللي هدى لك واللي ما هدالكش كيف. قالوا بشرطين. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل الهدية، والخلفاء أبو بكر وعمر كانوا يقبلون الهدايا. لهذا مر عمر بن عبد العزيز رحمه الله جاءوا إليه بهدية كان قادر يقبلها فلم يقبلها، فقالوا له يا أمير المؤمنين قد كان خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام أبو بكر يقبل الهدايا. قال في حق أبو بكر هدية وفي حقنا رشوة. في حق أبي بكر هدية وفي حقنا رشوة. وهذا الكلام الذي قلته وضعوه كميزان وانظروا إلى المجتمع كيف يتعامل مع الرشوة إلا من رحم ربي سبحانه وتعالى. أقول ما تسمعون أستغفر الله لكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه وعلى جزيل نعمه وعظيم امتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى سبيله ورضوانه. الله تعالى يقول: وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت. قلنا السحت رشوة في الآية. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. فالشاهد أيها الأفاضل، السحت وين تقرأوا السحت في القرآن؟ قال قتادة ومجاهد وغيرهما من أئمة التفسير قالوا السحت في القرآن هو الرشوة. ويزداد خطر الرشوة متى؟ إذا تعلق بالأمراء والعلماء. هنا الكارثة. علاش؟ المجتمع يفسد. هذا إذا تعلق بالأفراد والأشخاص انظر كيف يكون، فكيف لو تعلق بالأمراء والعلماء؟ وهذا تاريخ الرشوة، يقرأ تاريخ من القديم، حتى إن الله في القرآن ذكر لنا قصة سليمان مع ملكة سبأ أردت أن تتبع له الرشوة، لما تفطن لها عن طريق الهدود أنهم يعبدون الشمس من دون الله فأمر بهم. وش قالت لهم؟ إني مرسلة إليهم بهدية حبة رشاة فناظرة بما يرجع مرسلا. فكان سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. عاود حوزهم طردهم سليمان.
ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. شوف إنسان ربيع الشر، شوف سليمان عليه السلام طرد الهدايا والرسل الذين جاءوا بالهدايا وقال ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود سأخرج بجيش لا يمكن أن تصده ملكة السماء. أتمدونني بمن تعطوني ضمان؟ والملك الخير قاعد يراني في حقه لله عز وجل. فالله عز وجل أشار لنا إلى قبح الرشوة، ويزداد قبحها إذا تعلق بالأمراء والعلماء، وأنها تفسد المجتمع. سنرى لماذا الرشوة كانت بهذا الخطر، لأنه تفسد كيان المجتمع، تفسد تهدم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءته قريش ماذا قالوا له؟ الوليد بن عتبة قالوا يا محمد ما هذا الدين الذي جئتنا به؟ سفهت آلهتنا وعبت آباءنا وشتت أبناءنا وضيعتنا وشوهت صورتنا عند العرب. فإن كنت شوف الرشوة، فإن كنت تريد مالا ملكا ملكناك، إذا حبيت لي مالك نرجعوك مالك يا سيدي. الإغراءات. إن كنت تريد ملكا ملكناك، وإن كنت تريد مالا جعلناك أغنى العرب، وإن كنت تريد النساء زوجناك أجمل العرب. فلما أكمل أبو الوليد كلامه قال أفرغت يا أبا الوليد؟ كمل خلاص؟ قال نعم. هنا بدأ يقرأ عليه النبي عليه الصلاة والسلام آيات الأوائل صدر سورة فصلت حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون الآيات. فالشاهد أن الرشوة سلاح عند كثير من ممن لا دين له يستعملها. حد جايب والو يقول لك خلاص من دراهم يا أخي. قال العلماء اللهم إلا إذا أنك تعلم أنهم ادوا لك حقك وبينك وبين الله حقك، تعلم أنه هذا حقك ودوه لك. قالوا فإن طلبوا منك مالا لكي ترد حقك، قال لك هنا يجوز والإثم عليهم. خاطش ادالك حقك قال لك هنا وبس ويغلق القوس، وإلا الباقي كله رشوة، كله رشوة. لماذا؟ لأن الرشوة تهدم كيان المجتمع. شوف إذا انتشرت الرشوة في أمة يكذب، خلاص انتشر فيكذب بسبب المال، يكذب الصادق ويصدق الكاذب ويخون الآمن يولي خائن فتدفعك المال. هذا الإنسان الصالح أعطيك مال رجعه ما يسواش، هذا المال. يخون الآمين، يؤتمن الخائن، يبرأ المجرم، يجرم البريء، يظهر الفقر في المجتمع، تظهر الطبقية في المجتمع، الناس أثرياء الفوق والناس ما عندوش عشاء ليلة. كل هذا بسبب الرشوة. على المال، عنده مال يسير الناس كما يحال، لأن الناس تأكل والعياذ بالله كما قال الله عز وجل ومنهم من يمشي على بطنه. كاين يشوف خلق له في البطن تاعو يدير فيها واش يحب المال. فسبب للفقر، سبب للضياع، سبب لظهور الطبقية في المجتمع، سبب للانحراف. علاش؟ تولي عندك طبقة عايشة بالحرام وباقي المجتمع يعيشون الويلات. علاه؟ لأن حقوقهم ضاعت بسبب أصحاب المال. لهذا كانت الرشوة من كبائر الذنوب، بل هي من الموبقات، ولعن الله صاحبها ولعنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله الحليم الكريم رب العرش الكريم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، اللهم لا تجعلنا عبيدا للمال، اللهم لا تجعلنا عبيدا للدينار والدرهم، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إن أحسننا فزد في إحساننا، وإن أسأنا فتجاوز عن سيئاتنا. اللهم يا رب العالمين أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وجنبنا اتباعه. اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم وفقنا أن لا نحتاج إلى أحد سواك، اللهم وفقنا أن لا نحتاج إلى أحد سواك يا رب العالمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل معنا ولا فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. إخواني أركز وأعيد الربا والرشوة
فر منها فرارك من الأسد، واسأل الله أن يعصمك منها، أو اسأل الله أن يبارك لك فيما رزقك. هذا أيها الأفاضل ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.